يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره، وجولات النهارده هتكون من حي المعصره. واللي ما يعرفش حي المعصره، هو حي تابع لمدينه حلوان اللي بتقع جنوب القاهره. حي المعصره اللي هنمشي فيها يا جماعه هو يعتبر من ازحم المناطق اللي موجوده هنا في حي حلوان. طبعا بقالنا كتير ما مشيناش في مناطق شعبيه، تعالوا بقى النهارده نعود بيها تاني ونبتدي اول جولاتنا النهارده من حي المعصره ذات الكثافه السكانيه العاليه. هنشوف الكثافه السكانيه دي لما نمشي دلوقتي في الحي ونشوف دلوقتي مع بعض. هنا يا جماعه يعني ايه، الشوارع طويله قوي قوي ورفيعه قوي، يعني يا دوبك الشارع ياخد عربيه. طبعا مش في كل الشوارع، بس معظم الشوارع اللي هنا بالشكل ده والطريقه دي. انا بادئ الجوله منين؟ انا كنت على كورنيش النيل، وحاليا كده انا خدت شارع 45 الحربي. هو اسمه 45 الحربي لان الصوره على ايدي اليمين ده مصنع 45 الحربي، على شمالنا ده شارع الترعه، وهنمشي هيبقى في شارع النصر، وبعد كده شارع السلك، وبعد كده شارع الترعه اللي هي اتردمت من زمان وبقى شارع عريض جدا، يعتبر من اعرض الشوارع اللي موجوده في منطقه المعصره. طيب انا مخطط للجوله النهارده ازاي؟ يعني انا في تخطيطي هنمشي في اهم الشوارع او الشوارع تعتبر التجاريه. هنمشي في شارع النصر ان شاء الله، وشارع السلك، وشارع الترعه. دول الثلاث شوارع اللي همشي فيهم كده زي الزجزاج، ويا رب الجوله تتوفق واعرف امشي زي ما انا مخطط لها. زي ما قلت لكم كده على يميني كده مصنع 45 الحربي، وطبعا حلوان ايه، لا احنا يعتبر يا رب المعصره على فكره فيها اكتر من مصنع. يعني فيها مصنع 45، مصنع سيجورت، مصنع الاسمنت، وفي برضو مصانع ثانيه برضو هتذكرها برضو واحنا ماشيين كده في الجوله. المهم يا جماعه، احنا اول شارع هندخله النهارده هو شارع النصر. وشارع النصر يعتبر من الشوارع المهمه جدا والحيويه في منطقه المعصره. تعالوا بقى نتمشى وندخله. هو شارع، بلاش شارع، هي اصلا الشوارع في المعصره شوارع ضيقه قوي، يعني انت تمشي فيها برجلك تمام، انما تمشي فيها بعربيه صعب جدا 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 انك تمشي فيها بعربيه. ودي اللي انا هعمله النهارده ان شاء الله. هنمشي في يعني شارع النصر ده اصلا شارع ضيق، مع انه شارع عمومي على فكره او شارع رئيسي هنا في المعصره، بس رغم كده ضيق. تحس ان الناس يعني ايه سابوا لنا الشوارع دي او الممرات دي، يعني هبه كده منهم لينا ان احنا نتمشي يعني في المعصره. بصراحه انا مش عارف يعني اللي عمل المعصره، تحس ان البيوت كانت كلها لازقه ببعضها وبعدين وسعوها كده شويه، او واحد دخل بايده وسع كده عمل ممرات او شوارع ما بين البيوت. تعالى بقى ندخل شارع النصر، هو اللي جاي على ايدينا الشمال ده. شارع رغم ان هو ضيق بس هتلاقوا فيه حياه غريبه. شارع رغم ضيقه فيه كميه بشر مستخبيين جوه، انتوا هتتفاجئوا بيها بصراحه. طبعا احنا كده في شارع النصر، بادئين منين؟ من عند شارع 45 الحربي. طبعا مصنع 45 الحربي اعتقد هو صناعه مثال عدادات الكهرباء وعدادات الميه اعتقد يعني. هنكمل في شارعنا زي ما قلت لكم بقى، انا لسه ما قلتش صحيح. الشارع ده بيقطعه كميه شوارع، يعني مثلا واحنا ماشيين في شارع النصر احنا ماشيين فيه يمنا الشوارع متسميه بارقام، يعني مثلا اللي عدى شارع 2، اللي جاده شارع 4، وبعد كده 5 6 10 12 وهكذا. اللي على شمالنا شوارع زي مثلا سعيد ابو زيد، عبد الستار فوضى، عزب فرج، زهور شلبي اللي جاي، عبد الكريم وجابر نافع ونور المحمدي ومحمد راشد والعارف بالله والزهور والفتح والجمهوريه والراوي وجمعه سويلم. شوارع لا تعد ولا تحصى، يعني بالتالي اكتر من 30 شارع ممكن نعدي عليهم على ايدينا الشمال واحنا ماشيين يعني في شارع النصر. ده كده شارع النصر بقول لكم عليه. طبعا المناطق الشعبيه بيبقى ده هو كده وضعها، يعني كل الناس بتبقى في الشارع، كل الناس عارفه بعض، كل الاولاد بيلعبوا في الشارع مع بعض، يعني الدنيا في بعضها يعني زي ما انتم شايفين. هسيبكم بقى شويه كده مع شارع النصر، واحاول مش هسيبكم يعني انا معاكم، يعني هحاول بس اتفادى بس الاطفال، وبرضه انا هكون مركز معاكم ان شاء الله. ومكمل بقى معاكم في شارع النصر. جولتنا زي ما قلت لكم، لما جيت فكرت فيها قلت انا هاخد شوارع مهمه او شوارع رئيسيه في المعصره، او شوارع تبرز شكل المعصره. طبعا المعصره يا جماعه على فكره مساحتها كام؟ اعتقد مساحتها تقريبا 27 كيلو، يعني هي 27 كيلو متر، اسف، يعني هي المعصره مساحتها 27 كيلو متر، المربع السكني اللي فيها 21 كيلو متر. متخيلين؟ مفيش منفذ اساسا، يعني الناس في بعضها خالص. برضه احنا ممكن نتكلم عن المعصره في حاجات كتير. ده كده زهير شلبي اعتقد اللي على شمالنا. يعني المعصره فيها مناطق كتير زي عرب سلام، والمعصره المحطه، المعصره البلد، والهجينه، والصفيح، واعتقد عزبه كامل صدقي. ده اللي متذكره يعني من المعصره، هي برضو مش صغيره يعني. فيها مصانع زي ما قلت لكم، زي مصنع الاسمنت، ومصنع سيجورت اللي هو بتاع المواسير الاسمنتيه ده، ومصنع التليفونات اللي هو كويكتل اللي هو موجود برضو على كورنيش النيل، ومصنع طبعا 45 الحربي اللي هو بيبقى اسمه شركه المعصره للصناعات الهندسيه، ده هتلاقي اسمه كده. وطبعا في ترسانه المعصره اللي هي البحريه اللي هي موجوده على النيل، في ترسانه المعصره دي مشهوره طبعا وكبيره.
يعني شوفوا جزئيه كده 27 كيلومتر مربع فيها كل الحاجات اللي بقول لكم عليها دي. شارعنا طبعا زي ما قلت لكم هو شارع حيوي، يعني انت ممكن تشوفه ضيق بس هو شارع حيوي. اي حد ساكن في المعصره عايز يشتري حاجه تلاقيه بينزل شارع النصر يشتري اللي هو عايزه. في بقى الاسحب منه، يعني احنا كده على فكره في فضا هندخل ان شاء الله هدخل بيكم في شارع السلك. شارع السلك ده سوق، يعني السوق الرئيسي بتاع المعصره هو موجود في شارع السلك. سوق بمعنى سوق فعلا، سوق وبياعين وبقى جائلين في الشارع وفارشين في الشوارع، يعني بص ليله كبيره يعني. ده في شارع السلك. ان شاء الله برضو احاول كده اخد اي شارع يمين يدخلني على شارع السلك. طبعا انا لو خدت شمال هاخد ترعه الخشاب ويبقى كورنيش النيل، يمنا طبعا يوديني لشارع السلك وبعد كده شارع الترعه، وبعد كده بيبقى في سور المترو اللي هو طبعا مترو المعصره. ممكن برضو نتكلم عن ايه تاني؟ يعني ممكن نتكلم عن سبب التسميه. بصراحه انا كاحمد مفيش حاجه اقنعتني قوي بسبب التسميه. يعني هو في روايتين بيقولوا. الروايه الاولى وهي دي اعتقد الاقرب للصواب، ان زمان كانت منطقه المعصره دي كانت بتتزرع بالقصب وعشان كده سموها العصاره ومنها جت كلمه المعصره. وفي حاجه تانية بيقول لك ان المعصره دي موجوده من ايام العصر الفرعوني، وكانت الارض دي اسمها جاسان، يعني المنطقه دي كانت اسمها جاسان، وبعد كده في العصر القبطي اتسمت شهران، وبعد كده لما جه العصر الاسلامي اتسمت بالمعصره. دي كده اشهر قصتين قريتهم على سبب التسميه، بس انا ممكن ارجح اللي هو سبب اللي ممكن يكون هي زراعه قصب ومنها خد العصير القصب او معصره او جت منها الاسم، يعني اشتق من الاسم ده. ممكن برضه نتكلم في ايه تاني؟ يعني طبعا احنا قلنا المعصره هي تابعه لحي حلوان. طبعا حي حلوان بيضم حاجات كتير، يعني برضه بيضم حاجات كتير. طبعا حلوان بتبتدي منين؟ من بعد المعادي، يعني تورا البلد، تورا الاسمنت، وكوزيكا، وبعد كده انت عندك تاني حدائق حلوان، وعين حلوان، وادي حوف حلوان، حتى لحد ما توصل حتى برضه ل 15 مايو. كل دول يتبعوا حلوان او تبع منطقه حلوان او حي حلوان. ولو اتكلمنا بقى على المعصره بالتحديد، المعصره دي يحدها ايه بقى؟ يعني لو احنا قلنا يمنا كده، لو انا ماشي بالعربيه يميني كده يبقى طريق الاستراد، شمالي طريق الكورنيش، تمام؟ قدام هيبقى ترى، في ظهري يبقى حدائق حلوان. دي كده حدود المعصره. لو انا حبيت يعني احدها هيبقى طريق الاستراد من على اليمين، طريق الكورنيش من على الشمال، وبعد كده يليه هيحدها من هناك من قدام كده، مثلا لو قلنا من الشمال من فوق هيبقى تورا البلد او تورا الاسمنت يا ربي، وفي ظهرنا يبقى حدائق حلوان. هي دي كده حدودها. هنحاول ندخل من اي يمين. انا ممكن اخد يمين الجاي، اقدر ادخل من هنا. ثواني بس العربيه دي تطلع. السلام عليكم. نلف من هنا، ده واسع شويه الشارع. زي ما قلت لكم الشوارع في المعصره ضيقه. عايز اقول لكم يا جماعه، يعني لو انتوا بتتابعوا جولات رمضان، في رمضان انا بعمل جولات عن الاماكن والزينه في الشارع عامله ازاي. عايز اقول لكم ان المعصره دي من اجمل الاماكن اللي بدخلها واصور فيها او اصور فيها زينه رمضان. الزينه فيها او تكاتف الشباب مع بعض هنا بتبقى حاجه رائعه بجد. الشوارع كلها بلا استثناء في المعصره تحس ان هم بيعملوا تنافس بينهم وبين بعض، مين يكون اجمل شارع يطلع بشكل الزينه. يعني الزينه ما بين زينه اللي هي تتعلق وبين اللي هي كابلات النور او افرع النور، بتبقى حاجه بصراحه في قمه الجمال وقمه الشياكه. ان شاء الله رمضان خلاص قرب، نتكلم في اقل من شهرين، احنا في رجب ورمضان داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل برضو جولات عن رمضان، وهنحاول بقى نلف مناطق اكتر ونتفرج ونشوف المناطق عندنا في القاهره ازاي بتستقبل رمضان. مش المناطق، يعني الشوارع، شباب المنطقه او اهل المنطقه ازاي بيستقبلوا رمضان. طبعا احنا عندنا هنا بنستقبل رمضان بالزينه والفرح والحاجات دي كلها. اكتر ما بيميزنا يعني لاستقبال رمضان هي زينه رمضان. خلينا نفسي انا عارف عن الشارع ايه، انا عايز بس اجمع، لانه زي ما قلت لكم الشوارع في المعصره كتير جدا، كتير، والشوارع كمان طويله. يعني الشارع رغم ان هو يعني رفيع، طويل قوي. انا هعدي منين؟ هتجيبني ان شاء الله. يعني هو اصلا ما ينفعش، يعني بصراحه يعني اللي عنده عربيه هنا الله يكون في عونه، يعني هو يركنها بره خالص افضل وامن له. يعني ممكن عربيه ملاكه ممكن انا اقدر افاديه واعدي بالراحه كده واحده واخاف على عربيته. ممكن لو عربيه كارو او عربيه يعني حمار بيجرها، يعني ممكن يطبق له الجنب ده كله. هنكمل بقى كده واخدكم رايح فين.
انا كده رايح بيكم شارع السلك. طبعا احنا كنا في شارع النصر، بحاول اخدكم زي ما قلت لكم في اشهر الشوارع. يعني شارع النصر ده من الشوارع المشهوره، وشارع السلك برضو من الشوارع المشهوره جدا، اللي هو فيه سوق. احنا اول ما ندخل كده هتتفاجئوا بقى، طبعا مش هتتفاجئوا ولا حاجه، هو سوق خضار وفاكهه وكل حاجه موجوده فيه. طبعا في جزء هادي، في جزئيه اللي هي موجوده عند اللي فين، اللي عند المترو، تمام، من المعصره المحطه دي تعتبر هاديه نسبيا عن هنا. يعني المعصره المحطه بصراحه هاديه شويه عن المعصره البلد، عن عرب سلام، عن اي منطقه موجوده في المعصره. احنا كده وصلنا لشارع السلك، هناخد شمالنا. ممكن يكون لنا الشارع اللي انا فيه ده اعتقد يكون شارع الزهور، اعتقد شارع الزهور، لان اللي بعدي هيكون شارع الفتح. ده احنا كده في شارع السلك. زي ما قلت لكم هو شارع كل سوق على فكره، كده يعتبر انا في نص السوق. شارع السلك ده بيبتدي برضو من شارع 45 من ورا، شارع 45 الحربي. هنمشي فيه في شويه، لان برضو الشارع ده صعب تمشي فيه بعربيه، لان بياعين كتير وناس ماشيه بالعافيه، فانت بتبقى ماشي في العربيه بتبقى حاجه انت مقدرهم بصراحه، ومقدر الناس اللي ماشيه في الشارع. فانا كده هحاول امشي بيكم كده كام ناصيه، ونطلع بقى على شارع الترعه. شارع الترعه ده يعتبر كان زمان، ما كان شارع الترعه ده كان رشاح كبير واتردم واتعمل شارع بقى عريض. يعني هو شارع عريض جدا ما شاء الله. وبرضه على فكره برضه شارع حيوي، وفي برضه مساجد مشهوره زي مسجد اعتقد اسامه بن زيد، وفي برضه مسجدين تانيين مشهورين برضه، بس انا مش متذكر بصراحه اسمهم، هنتذكرهم برضه في الطريق ما تقلقوش، انا كاتب كل حاجه. هنكمل بقى في شارعنا، شارع السلك. احنا في المعصره، وجولتنا يا جماعه زي ما قلنا جولتنا عن المناطق الشعبيه. المناطق الشعبيه مش اي منطقه تلاقي فيها الزحمه والتكاتف اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. كل المناطق الجديده مفيش، يا اما عربيات ماشيه يا اما ارصفه واسفلت على الشارع، ما تلاقيش حد ماشي يعني. انما المناطق الشعبيه بتاعتنا تلاقي كله في بعضه، يعني المنطقه جواها السوق، جواها الخروج، جواها كل حاجه. يعني عشان كده تلاقي الناس منتشره في الشارع طول الوقت في ال 24 ساعه. مكملين تلاقي محلات ملابس، محلات ادي رنجة اللي على شمالنا باين، محلات فراخ، محلات لحمه، جزارين، فكهانيه، بقالين، بتوع سرجه، كل حاجه هتلاقيها موجوده هنا في شارع السلك. يعتبر السوق ده اللي بيغطي منطقه المعصره كلها، وممكن كمان يكون ناس من الحدايق او من طرة ممكن يجوا كمان يشتروا من هنا. طب وممكن برضو نتكلم عن ايه تاني؟ طبعا انا بفكر ان شاء الله برضه اصور لكم حلوان. بقالي برضه فتره كبيره ما صورتهاش، تقريبا اكتر من سنه ما صورتش حلوان نفسها. طبعا حلوان بتضم كتير يا جماعه. حلوان تعتبر يعني حي كبير. عايز اقول لكم حلوان دي في 2008 بقت محافظه، من 2008 لحد 2011 كانت محافظه، ومحافظه كبيره، كانت شامله المعادي وشامله حاجات من اكتوبر، ويعني كانت ليله كبيره قوي. بس رجعت بعد الثوره في 2011 رجعوها تتبع محافظه القاهره تاني. برضه حلوان ممكن نتكلم نقول عليها ايه يعني. برضه هقول لكم برضه اسباب تسميه مدينه حلوان او حلوان نفسها مش المعصره. برضه اي حاجه لما تدخل تقرا عنها بتلاقي لها اكتر من روايه، ودي على فكره حاجه بتضايق قوي، ما تبقاش عارف الصح فين، يعني انهي الادق وانهي الاصح، فبتوه المعلومه والله وسط وسط المعلومات دي كلها. يعني بقول لك حلوان اتسمت على، يعني برضه في برضه، تعالوا ندخل يمين من هنا ونسيب بقى السوق ونوصل لشارع الترعه ان شاء الله. حلوان سبب التسميه او كلمه حلوان نفسها جت منين؟ برضه في قصتين، دي اشهر قصتين، وفي قصص تانية كتير بس خليكم في ايه، في اشهر قصتين. بيقول لك برضه ان حلوان بتعود برضه من ايام عصر الفراعنه، يعني مثلا من 7000 سنه كانت المنطقه هنا اسمها عين آن، مش حلوان، عين آن. طبعا احنا بنحب يعني نشقلب الكلام ونبوظه. عين آن دي مع الزمن بقت اسمها حلوان، ده كده المسمى الاولاني. القصه الثانيه بيقول لك ان في عصر عبد العزيز بن مروان سماها حلوان نسبة لمدينة اسمها حلوان كانت في العراق، فسماها زي بقول لك هي نفس الطقس ونفس التضاريس ونفس كل حاجة، فسماها حلوان تيمنا او نسبة لمدينة حلوان الموجودة في العراق. يا ريت بقى يا جماعة لو حد عراقي متابعني يقول لي انت عندكم هناك في حلوان عندكم في العراق ولا لا، يقول لي يعني. ولو يا ريت بقى لو في معصرة ووادي حوف وعين حلوان برضو موجودة عندكم يبقى بالمرة يبقى اكيد لي المعلومة. كده احنا طالعين فين؟ طالعين على شارع الترعة. زي ما قلت لكم الشارع ده زمان كان فيه رشاح زي ترعه كده يعني، واتردمت وبقى الشارع عريض. يعتبر ده من اعرض الشوارع اللي موجوده في حلوان. الشارع ده ياخدك منين؟ ياخدك كده بره من على فين كده، من على الكورنيش، من عند كده مصنع الاسمنت، يمشي بيك لحد فين، لحد اسمه ايه، كوبري ايه اسمه، كوبري سيجورت باين، متهيألي كوبري سيجورت، اللي هو يدخلك على حدائق حلوان.
وده برضو هناك في كنيسه كبيره كده اللي هي كنيسه العريان، وكان في مولد اسمه مولد، شفتوا مولد العريان؟ هو بقى مولد العريان هنا يا جماعه في اخر الشارع ده. ممكن نتكلم عن ايه تاني؟ معلش الايه المعلومات متقطعه وانا بدردش معاكم يعني. كده احنا هنمشي هنعدي على تقاطع 45. حلوان برضو عايز اقول لك كانت قلعه الصناعه، يعني قلعه الصناعه لما حبوا يعملوا مصانع اتفتحت معظمها او كلها في حلوان اعتقد. يعني في مصنع على حدود الصلب في حلوان، في بقى مصانع الاسمنت، مش مصنع الاسمنت، في مصانع الاسمنت زي تورا زي مصنع حلوان، وفي اكتر من مصنع للاسمنت. طبعا في مصانع حربيه كتير قوي زي يعني الهيئه العربيه للتصنيع، اسمه ايه، مصنع الطائرات، ومصنع النصر، وفي اللي هو ايه تاني، النصر اللي هو نصر للسيارات. معلش المعلومات مش مجمعه او بقولها انا بطريقه مش مرتبه. طبعا زي غذاء سيجوارت وكويكتل، كل دي مصانع موجوده في حلوان. ممكن بقى نقول من اشهر الشخصيات اللي موجوده في حلوان، او ممكن الشخصيه اللي احنا ممكن نعرفها، طبعا عارفين حسام حسن وابراهيم حسن اللي هم كانوا لعيبه النادي الاهلي وبعد كده بقوا الزمالك طبعا، ولاعيبه منتخب مصر المشهورين، هم اصلا من حلوان. وليهم اخ فاتح قهوه اسمها قهوه الفيشاوي في حلوان على فكره، ومفتوحه لحد دلوقتي، قهوه بلدي، قهوه شعبيه يعني، وجميله جدا في قلب حلوان عند طقطق كده. وفي الحديقه اليابانيه، عايز اقول لكم يا جماعه الحديقه اليابانيه اللي موجوده في حلوان دي معموله من امتى؟ تم العمل فيها سنة 1919 وتم افتتاحها رسميا سنة 1922. متخيلين؟ فيها جواها كده فيها تماثيل كده احنا مسميينهم علي بابا وال 40 حرامي، ودول للمعلم اسمه معلم شيبة وتلاميذه ال 48. احنا حولناها على طول لده علي بابا ودول ال 40 حرامي اللي حواليه، وبوظنا خالص اللي هو الناس اللي هي الرموز اليابانية اللي بنينا هنا. هي طبعا كانت حديقة جميلة، دلوقتي مش عارف، انا بقالي سنين يعني ما دخلتهاش، فمش عارف هو وضعها ايه دلوقتي. طبعا انا مكمل معاكم فين عشان انا تهت في الكلام. انا كده في شارع الترعه، هنكمل على طول كده، لو تكملت كده على طول توديني لحدائق حلوان ماشي، ونكمل في ترعه الخشاب. شارع ترعه الخشاب ده شارع طويل ياخدك لحد محطه الكهرباء، محطه الكهرباء كده ودار المهندسين. الشارع ده طويل جدا جدا، وهناك في مخر سيل اللي هي اسمها ايه بقى، والله نسيت اسمه، الواحد مش مجمع، ما علينا، خلينا في اللي احنا فيه. طبعا احنا جولتنا في المعصره، والمعصره تتبع حي حلوان. وحاولت اقول لكم برضو اسباب التسميه. طبعا اسباب التسميه يا جماعه زي ما قلت لكم بجد تعدد الروايات بيخلي الواحد مش عارف انهي الصح، فعشان كده لما باجي اقول اي معلومه لو ليها اكتر من مصدر بحاول اقول كل المصادر، عشان برضو انتوا لو عايزين تقروا تتاكدوا تقروا انتوا من نفسكم، عشان ما تاخدوش مني المعلومه فيها اي شيء من الخطا. ونرجع بقى لاخر حاجه اللي هي اتشهر بها حلوان، اللي هي المياه الكبريتيه او العيون الكبريتيه. طبعا كان في كبريتاج حلوان، طبعا انا بكلمكم في الماضي، دلوقتي ما بقاش في اي مياه كبريتيه اصلا، يعني اختلطت مياه المجاري بالمياه الكبريتيه، وللاسف باظت المياه الكبريتيه. ده كده تقاطع على فكره شارع دي السوق كده، ده كده بدايه السوق من هنا كده، تدخل يمين كده تاخد بقى شارع السلك وتكمل في شارع 45، يعني يمنا كده تاخد شارع 45 انا بدات منه الجوله ويطلعك على كورنيش النيل. شمالنا كده تدخل على مترو المعصره. طبعا محطه المعصره هي سادس محطه في خط مترو حلوان المرج او المرج الجديده، ده كده الخط الاول لمترو الانفاق، ده اول خط مترو اتعمل. نرجع بقى للمياه الكبريتيه، بقول لك في عصر مين؟ في عباس حلمي الاول اعتقد. بقول لك الجنود ساعتها اتصابت بمرض جلدي، فبالصدفه هم كانوا في عين حلوان، فيعني استحموا بالميه اللي هي المياه الكبريتيه اللي كانت موجوده في عين حلوان. بقول لك اتشافوا صح، يعني خفوا يعني من المرض اللي عندهم، ولقوا ان الميه دي بتخفف اي مرض جلدي، لدرجه ان العيون الكبريتيه دي كانت مزار سياحي، كان بيجي لها ناس مش من بره مصر، مش قصدي من جوه مصر، لا ومن بره مصر ومن دول تانية كمان، كان بتيجي سياحه علاجيه، بتيجي هنا حلوان عشان تتعالج من اي مرض جلدي ملوش علاج، كان يجوا يقعدوا في المياه الكبريتيه دي وكانوا بيخفوا على طول. دي كانت اخر معلومه كنت عايز اقولها طبعا عن حلوان. طبعا حلوان فيها معلومات كتير، وانا بفكر زي ما قلت لكم اعمل جوله في حلوان، واعمل جوله برده في حدائق حلوان، واخد لكم كده كام منطقه في حلوان، حتى وادي حوف او الدواجن، في مناطق كتير ممكن في حلوان ممكن نصورها ونتعرف عليها ونشوفها مع بعض. لو انتوا حابين نصور الحاجات دي يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، لو انتوا حابين نكمل جولاتنا في حلوان.
كده تقريبا خلاص احنا في شارع التلعه احنا في شارع التلعه احنا في شارع الترعه، هنكمل على طول لحد ما نوصل لتلات الخشاب. خلاص احنا تقريبا في نهايه الجوله، مش هنروح في اماكن تانية. انا كنت محدد 3 شوارع، شارع النصر وشارع السوق او شارع السلك اسف، وشارع الترعه اللي احنا فيه دلوقتي، اللي يعتبر اعرض شارع موجود في المعصره. المعصره بتتميز، او مش بلاش تتميز، كل شوارعها يا جماعه ضيقه، يا دوبك هي تاخد عربيه، لو قابلتك عربيه الناحيه الثانيه يعني انتوا لازم ترجعوا لبعض يعني. وبكده خلاص بقى هنكون داخلين على نهايه جولتنا. انا بقيت اتلخبط كتير قوي النهارده. نهايه جولتنا وحسن الختام. اتمنى يا رب تكون الجوله النهارده عجبتكم في حي المعصره التابع لحي حلوان بجنوب القاهره. ولو الجوله عجبتك يا ريت تعمل لايك للفيديو وتقول لي رايك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناه هتعمل ايه؟ اكيد هتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي نهايه كل حلقه كالعاده هنقول انتظروني في فيديوهات تانيه كتير. وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله.